السلام عليكم، معكم قناة شيوة أم هيثم. تنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد لي كيك اللي بالليمون الحامض اللي تجي منعشة وزوينة بزاف. غادي عندي هنا كاس تاع زيت المائدة وكاس ديال الحليب، وعندي واحد 2 كيسان تاع الطحين انا يكونوا عامرين مزيان، وعندي واحد 4 كاس ديال الخل، هي 4 ماشي نص، وعندي هنا كاس ديال السكر حبيبات، وعندي قشر الحامض. من الاحسن نحكويه القشره الفوقانيه، ما نحكوش ديال القشره البيضاء باش ما تجيناش فيها المرونه. وعندي 4 البيضات، وعندي 2 خمارات من فئه 8 غرام، كل وحده فيها 8 غرام، واحد القبيصه الملحه. هادشي اللي غادي نحتاجو في المقادير الكيك. غادي نضيف البيض وسنيده هما الاولين، من بعد ما ضفت 4 البيضات غادي نضيف معهم سنيده سكر حبيبات. صافي دابا غادي نطربو. صافي بعد ما طرب لنا البيض مزيان تترغبوا لنا مزيان، غادي نضيف عليه دابا زيت المائده كاس حتى هويا ونطربو مزيان. عاد نضيف العناصر الاخرى. من بعد ما طرب لنا البيض والزيت والسكر مزيان، غادي نضيف دابا هاد الكاس ديال الحليب، نطربتهم حتى مزيان حتى ترغبوا لنا مزيان باش تجينا الكيك ديالنا ناجح. غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف الدقيق. ملي نطرب الحليب غادي نضيف الدقيق والخمارات. بعد ما طربت الحليب حتى هويا غادي نبدا نزيد الدقيق. انا هنا راه مغربله، عندي 2 كيسان انا شاده مغربله مزيان. غادي نضيف دابا الدقيق. صراحه هاد الكيك راه تيجي ساهل، ما تيحتاج منا لا تطرب زعما باليدوي ولا سميتي، هذا دغيا تيطرب لنا. غادي نضيف دابا هاد الخمارات حتى هما نطربهم مزيان. هاد الكيك تيجي ساهل ودغيا تيوجد، صراحه تيجي زوين بزاف. وغادي ندير مع واحد شويه ديال هذاك المبشر ديال الليمون الحامض، حتى واحد المذاق زوين. ما عمرتش نسمى انا لا بفاني لا والو، هي القشر الحامض والحامض. صافي غنعاود نطربهم تاني. صافي بعد ما طرب لنا الخليط ديال الكيك ديالنا، الا ما بغيناش نطربوا الدقيق في الكاس ديال الكراميل، يعني نديروه في شي اناء ونطربوه بالطرب اليدوي. شتي تيجي لنا على هذا القياس. انا دابا عاد غادي نضيف عليه هاد 4 كاس ديال الحامض وغادي نخلطو. عاد نخليو الحامض، هاد الليمون الحامض هو الاخر. صافي بعد ما خلطته مزيان، انا عندي نديرها في هذا القلب هذا ديال الكيك. غادي ندهنو بالزبده مزيان، ندير ليه طبقه شويه تاع الزبده باش ما تلصقش لنا الكيك ديالنا. غادي ندهنو مزيان، ندهن ليه الجوانب. صراحه هذا الكيك راه تيجي اقتصادي وسهل، واللي تيبغي المذاق ديال الليمون الحامض كثير ما يديرش 4 كاس، يدير نصف كاس. انا درت 4 كاس بركه باش تجيني القياس. اللي تيعجبو يزيد الحامض الليمون الحامض. صافي شتي تيتلبس مزيان بالزبده الجوانب وكل شيء باش ما تلصقش لنا الكيك ديالنا وتعذبنا لما نخرجها، باش دينا ساهله ودغيا نخرجوها. عندي هنا واحد المعلقه ديال السكر حبيبات، غادي نضيف مع هذا المبشور ديال الحامض، نخلطو مزيان هكا. وهما اللي غادي ندير القلب ديال الكيك باش تجيني في الكيك ديالي ديك التقرميشه، تاع واحد التقرميشه اللي هي زوينه بزاف، تيجيبو مقرمش ومحمر. صافي شتي تنخلطوه مزيان. عاد نديرو في المول ديال الكيك، شتي نديرو بحال هكا ولبسو مزيان الكيك لهاد القالب هكا. تنشوفوه تلبس مزيان كله الجوانب وكل شيء. صافي بعد ما تلبسنا القالب على هذا الشكل، صافي دابا غادي نخوي فيه الكيك ديالنا. نحاول نهز ديال الفوق باش تجيني الكيك ديالي مهويه، ما تجينيش هابطه هكا. حتى نخوي كلشي. صافي انا راه مشى على الفران على 200 درجه، غادي نسخنو ونقصو، نخلي على ديك 180 وندخل ليه الكيك ديالي. غادي نخدم المروحه باش يجيني الكيك ديالي زوين. طيب ونخرجو ديال الكيك ديالي. شتي تبارك الله تجي مطالعه وزوينه. غادي نحيدها دابا من القلب
شتي تبارك الله فاش من حيتها من القلب راه ما عذبتنيش دغيا. خليتها واحد، جبتها من الفرن خليتها واحد 5 دقائق ولا سميتو على ما رجع فيها واحد شويه تاع العرق ديال الكيك وقلبتها. شتي تبارك الله ما شاء الله قداش تجي، شتيها تجي محمره وتعطي هذيك قشر الحامض مع السكر حبيبات، واحد التقرميشه اللي هي رائعه جدا. دابا غادي نمشي نجد صلصه الحامض والشوكولا باش نزين لها الوجه ديالها. انا عندي هنايا واحد 7 القطع ديال الشوكولاته البيضاء، شتيتهم ذوبتهم. عاد نضيف عليهم دابا نضيف عليهم عندي هنا واحد نص كاس ديال الحامض تاع الليمون الحامض، وغادي نبدا نحرك مزيان. واخا تنشوفوه ولا حرش يعني نبقاو نزيدو نحركو راه تيتقاد لنا تيجي ملس ما تيبقاش هاد الحروجيه فيه. صافي نبقى هكا تنحرك صافي حتى يجينا على هذا القوام. صافي غادي نقاد البيروجه ديال الكيك ديالي. صافي بعد ما ذوبت الشوكولاط مزيان شتي تيجي على هذا الشكل. انا ما درتش داك نص كاس ديال الحامض، درتي واحد 2 معالق ولا 3. ما يكونش ثاني خفيف بزاف، حيت الا كان خفيف بزاف ما تيجيناش زوين. صافي غادي ندير لها هاد الخطوط هكا على وجهها. صراحه انا تجي هاد الكيك رائع جدا وكبير وعائلي صراحه، لجمعنا الناس ولا لوليداتنا ولا صراحه انا تيجي زوين. حاولوا ندير على الجوانب. غادي نضيف عليها انا هاد القشور ديال الحامض هو باش غادي نزين الوجه ديالها. تيجيو صراحه تعطي واحد المنظر زوين، وتعاود نزيدو لنا المذاق ديال الحامض. صافي بعد ما وجدت لنا الكيك ديالنا تجي على هذا الشكل. تنتمنىها تعجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وتنشكر كاع اللي دخل عندي القناه، تنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف.